ويلا بينا نبتدي اول تحدي في تحديات هاسلر جيمز، والتيم بتاعنا مكون من 6 اشخاص، 3 ولاد و3 بنات. فيلا بينا نشوف اول تحدي في تحدي هاسلر جيمز. ودي لعبة القوة الجسدية، لعبة التخبيط، لعبة الملحمة. وبمجرد ما سمعنا كده قلنا مفيش غير واحد بس هو اللي بنلجأ له في المواقف اللي زي دي، وهو هادي. وده اسم فقط لا غير، ولكن مش صفته خالص. وكنت بشكر ربنا ان هو معانا. الحمد لله اللي هو معانا. وجه دلوقتي وقت الماتش وكنت بشجعه. هادي هادي 3 2 1 جو. والماتش كان بادئ هادي جدا لحد ما هادي اتحرك. بيدور عليا بيدور عليا. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. وللاسف في واحد هنا حاول يقاوم مع هادي شويه، فواحد حب يستغل الموقف ولكن جامد. بعد كده علي وقف الماتش ورجع كل واحد مكانه. ولكن في المره التانيه هادي ما سماش على اي حد، وابتدى يجري وراهم عايز يخرجهم باسرع طريقه ممكنه. وبالفعل نجح في اول واحد. بعد كده دخل مع عمر وهو اللي بقى معاه اخر واحد، ومجرد ما عمر لمس الحيطه فمعناه ان هو خرج. وهنا علي تدخل عشان يوقف الماتش وعمال يقول لهم والله كسبت يا هادي، والله كسبت. لحد ما الحمد لله وقف الماتش. وبكده هادي يكون جاب لنا اول 4 بونت. رقم واحد اول تشالنج. هارد لك هارد لك هارد لك هارد لك. ودلوقتي يجي دور البنات. وهو دور هايدي اللي معانا في الفريق. وكنت بقول لها وبحاول انصحها ايه اللي المفروض تعمله بحكم ان انا لعبت اللعبه دي قبل كده. فخلينا نشوف النصيحه هتمشي ولا لا. ومجرد ما الماتش ابتدى هايدي حرفيا ما لحقتش تفتكر اي نصيحه، لقيت هجوم جاي عليها جامد جدا، فللاسف طلعت بسرعه. وبصراحه كنا عاذرينها لان نادين حرفيا دخلت بعدها دشملت الباقي كلهم. فعاش يا نادين والله ما شاء الله. وبكده اول تحدي يكون خلص. استنوا بقى الفيديوهات اللي جايه عشان في تحديات قويه جدا، فما تنسوش تعملوا فولو عشان تشوفوا بقيه التحديات.